السلام عليكم، أهلا بكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة فيديو حلو جدا وخاص بالكيك. يعني ازاي بقى نعمل كيك ويطلع معانا مظبوط. وكمان لو الكيكة بتهبط منك الفيديو لا ليكي جدا. ليه بقى؟ لان احنا هنعمل فكرة جديدة وفكرة حلوة جدا. لان احنا ما نفضلش بقى حاطين ايدينا على خدنا ومستنيين الكيكة ان هي تهبط، لا هتبوظ، لا هيجرى لها اي حاجة. لا، الفكرة دي هتعجبك وهتبقى سهلة عليكي جدا. سامحوني بس لو كان صوتي فيه حاجة، انا والله استنيت. بصوا، اول ما صوتي يعني اللي هو يا دوب جه ف على طول يعني سجلت لكم الفيديو عشان انا تأخرت عليكم كتير. دي تجهيزات للتورت بتاعت عيد الام، فقلت ما ينفعش بقى ان انا اتأخر عليكم اكتر من كده. فاول ما صوتي يعني جه شوية كده رحت قايلة يلا بقى اسجل الفيديو على طول. يلا بينا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجة احنا عندنا المقادير بتاعتنا. انا هعمل كمية كبيرة جدا من التورت، فاستخدمت 2 كيلو ونص من الدقيق. تمام. لكل كيلو دقيق من اللي هو الاسبونج الجاهز بستخدم ليه كوباية مية، ومعاكي من 10 ل 12 بيضة، ومعلقة كبيرة من محسن الجل. دي اختياري، لو حابة تحطيها حطيها، مش حابة تحطيها براحتك يعني. بس هي لما بنحطها بصراحة بتخلي الكيكة حلوة وهشة جدا. كمان فانيليا يعني. البيض والمية، ولو عايزة تحطي محسن الجل والفانيليا. تمام. طيب تعالوا بقى للفكرة اللي قلت لكم عليها، علشان بقى ما نقعدش نحط ايدينا على خدنا ومستنيين الكيكة تطلع بقى مظبوطة. لا، الكيكة بتهبط من النص. لا، دي كانت بتبقى مظبوطة معايا جدا ومش عارفة جرالي ايه اللي حصل. انا باين اتحسدت ولا ايه؟ لا يا حبيبة قلبي، مفيش اي حاجة من الكلام ده. تعالي بقى اقول لك على فكرة بسيطة جدا ممكن تعمليها، هتسهل عليكي. وكمان لو انت مبتدئة في الشغل، او حتى عايزة يعني تعمليها للبيت، الفكرة دي هتبقى سهلة جدا. بصوا بقى، هنجيب 3 صواني بنفس المقاس. طب لو احنا ما عندناش 3 صواني بنفس المقاس عادي جدا. مثلا لو هي عندنا 2 او عندنا واحدة، بتحطي كمية بتدخليها، هي ما بتاخدش وقت كتير في الفرن. سويها وبعدين طلعيها. حطي يعني بنكون بقى حاطين ورقة زبدة فهتتشال منك بسهولة. بتركنيها على جنب وبتحطي مقدار تاني وبتدخليها هي الفرن، وبعد كده بتخرجيها لحد ما بتخلصي الطبقات بتاعتك. كده هتبقى الطبقة بتاعتك جاهزة جدا يعني. مجرد بس ان احنا هنرصها فوق بعض ونحشي بقى كريمة، نحشي بقى صوصات، يعني زي ما نحب. فاهمين قصدي؟ هتطلع معاكي مظبوط. لو انت كمان ما عندكيش المنشار ان احنا نقطع بالتساوي، او حتى ان انت بتقطعيها وبتميل منك او ما بتقدريش ان انت تظبطيها، فالفكرة دي لا هتحتاجي ان انت تقطعيها، ولا هتحتاجي ان انت يكون عندك ادوات كتير ولا خامات كتير ولا الكلام ده. حاجات سهلة جدا. زي ما قلت لك الصينية هو ممكن تسويها وتخرجيها، يعني هي بتاخد تقريبا 10 دقايق ولا حاجة. وبعد كده بتبتدي ان انت ترصي بقى الطبقات بتاعتك، فالفكرة بسيطة جدا. طيب لو احنا عايزينها تكون مربعة، هو صاج كبير، بتعملي الصاج زي ما انا عامله كده، وهعمل كمان مقاس اكبر منه. بتبتدي ان انت تقسميه مثلا بالنص، كل نص بتقسميه. يعني ايه؟ يبقى عندك 4 طبقات. فاهمين قصدي؟ اللي هو تعمليها 4 تربع. فهتبقى معاكي مظبوطه ومتساويه جدا. ولا بقى هتحتاجي ان احنا نقطعها زي ما قلت لكم، ولا الكيكه مايله ولا الكلام ده خالص. جربي بس الفكرة دي هتسهل عليكي كتير جدا. ولا بقى الكيكة تهبط ولا ما تهبطش ولا الكلام ده خالص. فشيلوا الفكرة دي بقى من دماغكم، الكيك بقى سهل. هنعملها يا إما في صاج كبير يا إما في الصواني اللي هي بتاعة الكيك العادية دي. هتطلع معاكي مظبوطة وحلوة جدا. تعمليها بقى 3 طبقات 4 طبقات زي ما تحبي. احنا كده عملنا المقدار اللي هو بتاع الفانيليا، وسويت كده الصواني بتاعتي بالشكل ده. يعني ما تفضليش تتعبي نفسك وتساوي اللي هو يعني وتحنتفي بقى في الحاجة. لا، هي كده كده لما بتدخل الفرن بتتظبط يعني في الفرن عادي. دي اللي هي هتطلع بقى ايه؟ على بعضها كده، وبقطعها بقى بالمنشار. تعالوا نعمل بقى اللي هو اللي بالشوكولاتة. حطيت نفس المقدار بتاع الدقيق، كيلو دقيق. طبعا أنا لما بعمل كيك بعمل الفانيليا الأول، بعد كده بستخدم الحلة يعني مكان الفانيليا عادي. بس لو انت هتعملي الشوكولاتة
الشوكولاتة الأول لازم بتغسليها، فبنعمل بالفانيليا الأول، فاهمين؟ فعشان نسهّل علينا يعني. بس أنا حطيت كل المكونات اللي قُلت لكم عليها، اللي هو الدقيق والبيض والمَيّة والفانيليا ومعلقة كبيرة من مُحسِّن الجل. بابتدي كده بقى بالعجان أفضل بقى أخلّيها تبقى عالية وهشة جدًا. شُفتوا الكيك اترفع كده معايا بالشكل ده. بابتدي بقى أرُص هنا أنا عاملاها بالدقيق، أنا برضه علشان أورّيكم يعني إن هي سهلة جدًا، اللي هو حتى لو ما عندناش ورق زبدة والكلام ده عادي جدًا، ممكن اللي هو مسحة زيت ورشّة كده من الدقيق، وبعد كده بنحطها، بس في الحالة دي لازم نسيب لمّا تخرج بقى من الفرن، لازم نسيب الكيكة لحد ما تبرد تمامًا، لو حرّكتيها وهي لسه خارجة من الفرن هتتكسّر منِّك ومش هتبقى أحسن حاجة. لأ، بنسيبها بقى لحد ما تبرد تمامًا، وبنفضل بقى اللي هو نسلِّك فيها كده بالراحة لحد ما تطلع معانا بكل سهولة، عشان الكيك ما يتقطّعش منِّك ولا حاجة. إنما لو أنتِ هتدخّليها وبعدين تخرج وبعدين تسوّي في نفس القالب يعني، دي لازم بقى تستخدمي لها ورقة زبدة. تمام، عملنا مقدار الشوكولاتة أهو، ده بقى الصاج الكبير اللي باقول لكم عليه، نعمل بيه تورتاية كبيرة ومقاسها حلو جدًا. نقسّمه بقى 4/4 كده هيبقى حلو جدًا. طبعًا باكون مشغّلة الفرن بتاعي علشان يسخن كويس جدًا، وبعد كده بادخّل بقى الصواني واحدة، واحدة كده لحد ما باخلّص الكمية بتاعتي. يعني على حسب ما الفرن طبعًا ياخد معايا، الحاجات الصغيّرة دي بادخّل كذا واحدة مع بعض لحد ما ال آمم يستووا واخلّص بقى الكمية بتاعتي. باطلّعهم بقى من الفرن، طبعًا باختبرها بخلة الأسنان زي ما إحنا عارفين، وباركنهم بقى على جنب، اللي هو ما باحرّكش فيهم أي حاجة، يعني مش هاشتغل بقى دلوقتي بيهم خالص لأ، أنا بقى بافردهم كده وباغطّيهم طبعًا بفوط نضيفة، لازم تغطّيهم كويس جدًا علشان الكيك ما ينشفش، وبعد كده بقى اللي هو تاني يوم بقى نبتدي إن إحنا نطلّع بقى الكيك ونشيل الطبقات اللي هي بتبقى في الأول وفي الآخر دي، وبعد كده بابتدي إن أنا أشتغل بيهم. ونعمل بقى بيهم أحلى شغل، ولا تحملي هَم الكيكة ولا هتهبط ولا أصل كنت باعملها وبتبوظ منّي، لأ خالص، الفكرة دي سهلة وحلوة جدًا، جرّبيها بس مش هتبطّلي تعملي كيك بقى بعد كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب الفكرة اللي إحنا قُلناها النهارده تكون بسيطة عليكم وتجرّبوها وتعجبكم، آسفة جدًا لو كان صوتي يعني فيه مشكلة، بس ما حبيتش أتأخّر عليكم أكتر من كده، استنوني إن شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير على خير، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وكمان تعملوا لايك للفيديو، شكرًا ليكم، سلام